مش عاوز اصدمك واقولك ان تمرين الفيس بول مش للكتف الخلفي، ويركز اكتر على البايسبس. طبعا لو انت من الناس اللي حابه تفهم وتتعلم هتكمل معايا بقى الفيديو ده للاخر وتعرف ليه. اما بقى لو انت من الناس اللي متربسه دماغها ومصممه على ان الفيس بول للكتف الخلفي، يبقى اخرج من الفيديو دوت واحده واحده كده. تعالوا نشوف اتجاهات الالياف بتاعت الكتف الخلفي شكلها عامل ازاي. لو جينا بصينا كده بالمنظر ده هنلاقي ان هي بتبقى يعني نازله لتحت كده، واخده ميل يعني 45. فعلشان امشي مع اتجاهات الالياف دي هيكون انسب تمرين، يعني انا مش بقول ان هو احسن حاجه، انسب تمرين انك تاخد الوان هاند كيبل ريفرس فلاي. ده حلو جدا علشان هو هيتماشى مع اتجاهات الالياف دي. بس اهم حاجه خد بالك ان عظمه الهيومرس او الدراع ما تكونش مقربه من اللاتس قوي، عشان تعرف تركز اكتر شويه على الكتف الخلفي. طبعا عشان الناس ما تفهمش الموضوع بشكل تاني، انا مش بقول ان الفيس بول ما بيشغلش الكتف الخلفي، بس هو بيشغله بنسبه صغيره جدا. فهتلاقي ان اتجاهات الالياف مش ماشيه قوي زي ما احنا قلنا، لان الحركه نفسها ماشيه باتجاه افقي، مش واخده الرأسي اللي مايل لتحت ب 45 درجه. تاني حاجة بقى، لو جينا للبايوميكانكس وحللنا الحركة هنلاقي ان اتجاه الكيبل بتاعي بيبقى جاي بالمنظر دوت. فلو جينا رسمنا محاور الدوران ودراع العزم هنلاقي ان دراع العزم بيكون صغير ناحية الكتف. لو جينا شفنا بقى عند مفصل الكوع بيكون اكبر بكتير. واظن من خلال كل دوت قدرت تفهم التمرين دوت بيشغل ايه بالظبط. لو عجبك النوع ده بقى من الفيديوهات اعمل ريبوست وسيف وشير لاصحابك وقول له ان التمرين ده مش للكتف الخلفي.